احساسك ايه واحنا بنتخانق عليه؟ ايه بس انا كده لا مش هسيب دينا تتفرج. شايفين الاخلاق؟ شايفين الاخلاق؟ هي اللي بتقول عايزه اخش لوحدي. انت عايزه ادخل لوحدي. عماله بتقول عايزه اخش لوحدي. انا عايز اسمع اقتراحك كده. انتوا جيتوا تاكلوا حته السمكه اللي انا بحاول. لا بس ده شغلي. انا كوفاوندر طياره قبل كده. انا على فكره انتربرينور. اولا هند عندها كونفليكت اوف انترست. ليه ما تدخلش معانا دينا؟ مش عايزه تخش. لا هناخد 50%. تطالب بس كام على ال 20%؟ هو ايه المشروع اللي الشاركس قعدوا يتخانقوا على تمويله لمده 10 دقائق كامله تقريبا؟ ايه يعني الحاجه المميزه قوي فيه اللي تخلي الشاركس يقعدوا يعلوا على بعض الفالويشن بالطريقه دي؟ خصوصا دينا غبور واحمد طارق اللي قعدوا يعلوا على بعض ويزودوا قيمه الفالويشن من غير ما صاحب المشروع اسلام يطلب اصلا. والكلام ده حصل في الحلقه رقم 10 من برنامج شارك تانك من الموسم الثاني منه، واللي حضرت فيها هند صبري كتيفه شرف مع الشاركس. وهند صبري حضرت معاهم بصفتها رائده اعمال صغيره كده في مجال الميديا بشكل خاص، واللي قدمت فيه هند صبري نفسها كسيده اعمال بعيدا عن مجال التمثيل. عرفت نفسها بان هي الكو فاوندر لشركه انتاج فني اسمها طياره من 5 سنين. وكمان هند صبري شريكه في شركه السلام برودكشن اللي انتجت بيها مسلسل البحث عن علا. وختمت هند كلامها بان هي مهتمه بمجال رياده الاعمال بشكل عام، وانها حابه تكون ضيفه خفيفه على برنامج شارك تانك. طولنا شويه في المقدمه ويلا بينا نتكلم مع بعض في المشروع بتاعنا بسرعه. معاكم محمد طلعت وده مستر ماني. صاحب المشروع بتاع النهارده واللي اسمه ذا بودكاست هو شاب اسمه اسلام عادل، وكان بيشتغل مهندس بترول. واسلام اشتغل في مجال الهندسه لمده 10 سنين تقريبا، وجاي بفكره مشروع اسمه ذا بودكاست برودكشن، وهو عباره عن شركه انتاج لمحتوى البودكاست او محتوى الانتاج الصوتي بشكل عام. وده بيتم من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، وتحديدا منصات الاستماع الصوتي زي سبوتيفاي وابل بودكاست اللي تعتبر الاولى عالميا في المجال ده. والحقيقه ان اسلام برغم توتره في البدايه الا ان هو قدم البرزنتيشن بتاعته بشكل جميل جدا وبطريقه منظمه تبين ان هو كان شغال مهندس لفتره طويله من الوقت. اسلام بدا يعرف فكره البودكاست وازاي ان شعبيتها بدات تزيد بشكل كبير في الفتره الاخيره، وده خلى الماركت كاب او الحجم السوقي للمجال ده يوصل ل 27 مليار دولار عالميا. وخلي بالك هنا ان اسلام فاهم وهو بيتكلم ان المجال ده قابل للتوسع بشكل كبير جدا عالميا مش بس في السوق المصري. وتعالى نتخيل الكلام مع بعض زي ما اسلام بيحاول ان هو يقدمه للشاركس، اللي بعد ما قدم تعريف للفكره وحجم السوق العالمي بتاعها بدا ان هو يوضح نماذج ناجحه جدا في المجال ده عشان يبدا ان هو يشد انتباه الشاركس ليه اكتر واكتر. ومن النماذج اللي اسلام اتكلم عليها هي شركه سويديه اسمها شركه ايكاست، واللي قدرت ان هي تحقق مبيعات باكتر من 1 مليار دولار في خلال السنه اللي فاتت. واسلام هنا الحقيقه كان بيسخن بس، لان هو بدا يوضح بعدها قد ايه السوق المصري والسوق العربي محتاج للمجال ده. وقال كمان ان السعوديه هي الدوله رقم 1 في المجال ده بحوالي 5.1 مليون مستخدم نشط شهريا، يليها الامارات بحوالي 2 مليون مستخدم نشط شهريا، ثم مصر بحوالي 800,000 مستخدم نشط شهريا بس. كنت بتقول انه الاكتيف يوزرز في السعوديه 5.1 يعني عدوا 5 مليون. في مصر الارقام لسه عشان الاندستري بتكبر، ولكن هي دلوقتي استيميت اراوند 800,000. يس احنا نمبر 1 في الاندستري هي حاليا السعوديه، بيليها الامارات بحوالي 2.3 مليون، اندان مصر بحوالي 800. وخلي بالك هنا ان مصر تعتبر عموما هي اكبر سوق عربي للانتشار الاعلامي عموما وعلى مدار التاريخ. واسلام الحقيقه ما بطلش ان هو يبهر الشاركس طول ما هو كان بيتكلم، لانهم ببساطه اكتشفوا ان هو عامل قسم اسمه R&D او البحث والتطوير عشان خاطر يقدر ان هو يشوف اراء الناس ويعرف متطلباتهم بخصوص مجال البودكاست. الراجل ببساطه كان بينزل الشارع ويعمل بحث او استقصاء لرغبات الناس وايه المجالات فعليا اللي محتاجين الناس ان هم يكلموهم فيها. وكمان كان بيشوف السوق العالمي بيقدم ازاي محتوى البودكاست وايه المحتوى الاكثر رواجا في العالم عشان يحاول ان هو يمصره او يقلده عندنا هنا في مصر. وبدا ان هو يعمل دايره من التقاطعات عشان خاطر يشوف ايه افضل فئات البودكاست او مواضيع البودكاست اللي يقدر يقدمها للشارع المصري. والجميل في الاسلام ان هو متمكن قوي وان هو بيعمل كل حاجه بنفسه من خلال فريق مكون منه من 3 اشخاص بس معاه، وده بيبين لك قد ايه هم مجتهدين وكمان جايين بفكره فعليه واقفه على الارض. اسلام طلب تمويل من الشاركس بقيمه 5 مليون جنيه مقابل 20% من شركته، يعني مقيم شركته تقريبا بحوالي 25 مليون جنيه. وطبعا اسلام وضح للشاركس ان هو قدر يحقق مبيعات ب 1.4 مليون جنيه في خلال 6 شهور بس. والعظيم جدا بقى في الموضوع ان صافي الربح من المبلغ ده كان حوالي 65%، يعني بنتكلم في 900,000 جنيه صافي ربح في 6 شهور بس. وده طبعا خلى عينين الشاركس تلمع ازاي فكره ناشئه عمرها 6 شهور تقدر ان هي تحقق حجم المبيعات ده وحجم الربح ده. وبعدها هند صبري بدات تتناقش معاه على الريفينيو ستريم او مصادر الدخل بتاعته. اسلام رد عليها بمنتهى البساطه والثقه وقال لها ان هم بيحققوا مصادر دخل من كذا خط مختلف. اول مصدر ان شركات الدعايه والاعلام بتجيلهم بشكل مباشر عشان خاطر تعلن عندهم، وغالبا او دايما المنتج اللي بيعلنوا عنه الشركات دي بيكون ليه علاقه بنفس موضوع البودكاست اللي بتقدمه شركه ذا بودكاست بتاعت اسلام. وده بيخلي الكونفرجن ريت بتاع الاعلان ده اعلى 10 مرات من معدل التحويل بتاع الاعلانات العاديه اللي موجوده على منصات التواصل زي الفيسبوك او الانستجرام او غيرها. ودي الحقيقه حاجه مهمه جدا لاي معلن، ازاي ان انت تقدر تحقق له معدل تحويل عالي عشان خاطر يقدر يحقق اعلى معدل مبيعات للمنتج بتاعه. تاني مصدر اتكلم عليه اسلام هو السبسكريبشن او الاشتراكات. والمصدر الثالث اللي اتكلم عليه هم انهم ممكن يعملوا لايف بودكاست على اي مسرح او مكان كبير بحضور عدد كبير من الجماهير.
الجماهير. والجامد قوي بقى في الموضوع ان هو وضح لهم ان هو قدر يعمل الموضوع ده بالفعل مرتين على الارض، وقدر ان هو يحقق مبيعات كويسه جدا من التذاكر بتاعته. المهم انه اسلام اول ما خلص المقدمه العظيمه دي، محمد فاروق قام ساله على طول انت هتصرف المبلغ ده في ايه؟ اسلام قال له ان 70% كاملين من المبلغ ده هيروح للريكروتمنت او التوظيف، وباقي المبلغ ده هيروح لحاجه اسمها الكابكس او المصاريف التشغيليه. وهنا اسلام يقصد المصاريف التشغيليه للمكان زي الاستوديو والمعدات واي خدمات بتتقدم في المكان ده عموما عشان خاطر يقدر ان هو يقدم البودكاست بافضل شكل ممكن. طبعا الطريقه المنظمه الجميله اللي قدم بيها اسلام المشروع بتاعه خلت الشاركس يتخانقوا على الفكره دي لمده 12 دقيقه حرفيا عشان تحصل حاجه ما حصلتش في البرنامج ده نهائي قبل كده، وهو ان اتنين من الشاركس زي دينا غبور واحمد طارق يبتدوا ان هم يسخنوا على بعض فعليا. وده بسبب ان دينا غبور كانت عايزه تخش مع اسلام في المشروع ده لوحدها عشان تقدر ان هي تطبق فكره معينه في دماغها او مجموعه افكار في المستقبل. والخناقه اللي حصلت دي كانت في صالح اسلام جدا، لان هي خلت دينا غبور ترفع الاوفر بتاعها من 5 مليون جنيه مقابل 30% من الشركه ل 6 مليون جنيه مقابل 20% من الشركه بس. وطبعا كل ده حصل بسبب المنافسه الشرسه ما بينها وما بين احمد طارق على فكره اسلام اللي قدمها بشكل جميل جدا ومنظم جدا، واللي ظهرت قصاد الشاركس كلهم ان هي مشروع فعلي ناجح واقف على الارض، بس محتاج بس شويه تمويل عشان خاطر يزود الجروز بتاعه. وانا عن نفسي استمتعت جدا بمتابعه الحلقه دي بالذات، واللي كان فيها اكشن كتير جدا الحقيقه. لو كملت معايا لحد هنا فشكرا جدا ليك، وحابب في النهايه اسالك سؤال، هل يا ترى شايف ان فكره اسلام او مجال البودكاست ده ليه مستقبل في مصر عموما وممكن يتطور وقابل للتوسع ولا لا؟ وهل شايف ان المشروع ده كان يستحق الخناقه الكبيره دي ما بين الشاركس لمده 12 دقيقه عليه؟ يا ريت تشاركونا بارائكم في الكومنتات، ولو حابين ان احنا نكمل في السلسله دي يا ريت تكتبوا لنا برضه. وشكرا ليكم، سلام عليكم.